انا جايه اتكلم معاكم في موضوع بيعفرطني. في اهالي لزاز قوي بيحكموا على ولاد غيرهم وعلى تربيه اهالي غيرهم. يقولك بقنعره كده وكبر، اصل فلان ده مش متربي، اهله ما عرفوش يربوه، اهله قصروا في تربيته. سؤال يعني لحضرتك لو ما فيهاش اساءة ادب، مين قالك ان اهله قصروا في تربيته؟ تقولك لا 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 لا، اصل ابنهم ده مختلف عنهم تماما، بنتهم دي سلوكياتها مختلفة. هل ده اثبات يعني لحضرتك ان هم قصروا في تربيته؟ هفاجئك بقى، في اهالي فعلا بيبقوا مقصرين في التربية، انا ما عنديش مشكلة وده فعلا واقع. بس في اهالي تانية مكفية على تربية عيالها، بيجاهدوا علشان يربوهم على الدين والأخلاق والقيم والأصول، ورغم ذلك ربنا ابتلاهم في حد من ولادهم انه يكون متعب، انه يكون شقي، انه يطلع عينيهم. هل معنى كده ان هم مقصرين؟ لا، هم مش مقصرين، هم عندهم ابتلاء. هنا مش بتكلم على الناس اللي ما بتربيش ولادها. تعال اقول لكم على حاجة، هل يا ترى سيدنا آدم عليه السلام قصر والعياذ بالله في تربية حد من أولاده؟ الإجابة لأ. ورغم كده قابيل كان بيحقد على هابيل وقتله. سيدنا نوح عليه السلام هل قصر في تربية ابنه؟ والعياذ بالله لأ. ورغم كده ابنه مات كافر. سيدنا يعقوب عليه السلام هل قصر في تربية حد من أولاده؟ لا والعياذ بالله. ورغم كده ولاده كانوا بيحقدوا على سيدنا يوسف عليه السلام ورموه في الجب. في ناس قدرهم في الحياة ان ربنا يبتليهم في اولادهم، كانوا اخدوا بالاسباب وعملوا كل اللي عليهم وما قصروش معاهم خالص، ورغم كده الولد او البنت مطلعين عينيهم. انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء. فلو ولاد حضرتك متربيين وملتزمين تحمد ربنا وتشكره وتحط لسانك في بقك، لان التربية توفيق وهداية من الله سبحانه وتعالى. اقولك على ملحوظة، في اهالي رفع ايديها خالص من التربية وولادهم آية بسم الله ما شاء الله، دين وتربية واخلاق وبيفهموا في الاصول وكل حاجة. ليه؟ رزقهم ان ربنا هديلهم عيالهم. فما نتنططش على بعض، ما نحكمش على حد. وقال ابن القيم ان من الذنوب ما لا يكفره الا الهم بالاولاد. فان شاء الله يكون جهادكم دوت في ميزان حسناتكم، رفع لدرجاتكم، ربنا يكتب لكم اجر الصبر واجر الرضا وتكفير لذنوبكم. وادعوا بقى كتير لاولادكم بالهدايه واستغفروا بنيه صلاح الاولاد. ملحوظه بس صغيره على جنب، الناس اللي بتتنطط والناس اللي بتحكم وهي مش عارفه اي حاجه، مفيش حد كبير على الابتلاء، ومن عاب ابتلي ولو بعد حين.